السلام عليكم. هنعمل النهارده بقى طريقة جلاش يعني جميلة وسهلة أوي. حرفيا يا جماعة مش هتاخد في ايديكم يعني 5 دقايق بالظبط ويمكن أقل. فانت يا دوب يعني هتقطعي كده وترصي في الصاج على طول. يعني بقى لا هتورقي كده ورقة ورقة ولا هتديني سمنة ولا أي حاجة. شوف الطريقة وإن شاء الله تعجبك جدا. شايفينه يا جماعة قد إيه إنه ما شاء الله كده مورق ومقرمش وهش جدا عامل زي البغاشة. هنعمل له بقى كمان كده حشوة خطيرة طعمه بيها هيكون أحلى وأحلى. يلا نشوف الطريقة. حطوا لايك للفيديو وسموا الله وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما متعودين في اي حلويات بنعملها اننا يعني بنعمل الشربات كده بتاعها وبنجهزه اول حاجه. فهنعوز بقى كوبايتين سكر بتحطوا عليهم كده من كوبايه لكوبايه ونص من الميه. بتاخدوهم بقى ترفعوهم على النار اول ما تلاقوه كده يعني بدأ يغلي تحطوا له كده عصير نص ليمونه. وبتسيبوه كده يكمل غليان مده مثلا 8 دقايق مده 10 دقايق لحد يعني ما يتقل معاكم. اخر حاجه بقى بتضيفوها اول ما تطفوا النار هما شويه فانيليا صغيرين قوي. بيدوا بقى يا جماعه للشربات نفس كده حلو وكمان طعم جميل جدا. وهنسيبه بقى يبرد كده على ما نعمل الجلاش. علشان بقى نعمل الحشوة جبت كده ربع كيلو من الكنافة كسرتهم وفرفضتهم بالشكل ده. فانا هحمر كمية ربع كيلو كنافة. لكن يعني اللي هتحتاجوه لفة الجلاش يعني نص الكمية دي تقريبا بتكون حلوة قوي. فانا عن نفسي يعني ما بكون كده بحمر كنافة بحب ان احمر منها كمية كبيرة عن اللي انا محتاجاه. لانها يعني ما مناش خسارة ولا حاجة. اللي بيبقى مني كده بقوم حطاهم في برطمان وبسيبه على الرخامة او على رف التلاجة. ما بيجرالهاش اي حاجة خالص. وما بعوزهم بقى في وصفة تانية يعني بيكونوا جاهزين معايا. جبت بقى طاسة كده على النار حطيت فيها معلقتين 3 كبار من السمنة. واول ما بيسخنوا بنقوم جاي نازلين فيهم بالكنافه. بنفضل بقى نقلب كده والنار هاديه تحتها لحد ما تحمر معانا. في الاول كده هتلاقوها انها بتتكتل في بعضها لكن يعني مع التقليب وكل ما تستوي كده هتفك من بعضها اكتر. اهم حاجه بقى انكم يعني تهدوا النار كده وما تشيلوش ايديكم من التقليب. لحد بقى ما تلون كده وتاخد لون ذهبي خفيف اشقر كده. لانها يا جماعه لسه هتتحط في الجلاش وهتدخل الفرن فهتاخد اللون المظبوط بتاعها. فبوريهولكوا اهو ان لونها ما شاء الله كده ذهبي خفيف وجميل قوي. فضوها بقى كده في حاجه تانية يعني علشان ما تاخدش كده لون زياده من حراره الطاسه. الإضافة بقى اللي هتحطوها عليها هما شوية سوداني كده متحمصين ومجروشين. حوالي كده نص كوباية أو على حسب اللي انتوا عاوزينه. كمان هحط كده معلقتين أو 3 كبار من جوز الهند. عاوزين تكتفوا بالكنافة بس كده لوحدها طبعا براحتكم على حسب اللي بتحبوه. لكن بصراحة يا جماعة الحشوة كانت خطيرة ومميزة جدا مع الجلاش. فحاولوا يعني انكم تجربوها كده وهتعجبكم قوي. وبنقلبهم كده تقليبة كويسة كده مع بعض بحيث يعني ان كل حاجة تتوزع مع بعضها كويس. وكده يا جماعة نكون عملنا يعني أحلى حشوة ممكن تعملوها. معايا بقى لفة كده من الجلاش انها تكون طرية كده وعلى قد ما تقدروا انها تكون طازة افضل. فانا دايما يا جماعة بستخدم الجلاش ده بجيبه كده سايب مش معلب ولا حاجة. بجيبه من محل بتاع فطاطري بتكون اللفة كده كميتها كويسة وعدد ورقاتها كمان بتكون كتير. ده غير انه ما شاء الله بيكون طري زي الملبن. فردتها بقى قدامي كده وهبدأ بقى ان اقطعها لشرايح بالشكل ده. يعني انا قسمت كده لفة الجلاش على 5 شرايح كده. فانتوا عاوزين بقى يعني تعرضوها عن كده او تخلوها ارفع يعني ده براحتكم. فالحجم اللي انتوا عاوزينه اعملوه يعني ما فيهاش صح وغلط. فانا قطعته كده يعني بمساعدة المسطرة كده علشان يعني كل القطع تكون قد بعضها تقريبا. وبعدين بقى بنبدأ نحط كده من الحشوة كمية حلوة منها. كمان يا جماعة ممكن تعملوه سادة من غير اي حشو خالص. يعني هتقطعوا كده وترصوا في الصاج على طول. فمفيش اسهل من كده لا فرد بقى واحدة واحدة ولا هتدهنوا سمنة ولا اي حاجة. اعمليه بس كده وان شاء الله هتدعيلي. فهي يعني تكات كده بسيطة اقولها لك واحنا شغالين هتطلعوا معاكم ولا غلطة. زي ما شفتوا يا جماعة في اول الفيديو انه ما شاء الله كده يعني مورق كده وكمان مقرمش جدا. فلازم بقى انكم تشوفوا كده تفاصيل التسوية بالظبط علشان يطلع معاكم مظبوط. حطيت بقى الحشوة كده في كل واحدة وخلاص هتطبقيها كده على بعضها وبتاخديها ترصها في الصاج. ومش شرط انكم يعني تدهنوا الصاج بسمنة ولا حاجة. ده يا جماعة لاننا لسه يعني هنسقيه كده كله في الاخر بالسمنة فمفيش داعي تدهنوه. وهفضل بقى ان اطبق كده كل واحدة واروح ارصها في الصاج جنب التانية. لحد ما نخلص الكمية. فانا عملت يا جماعة من لفة الجلاش يعني 5 شرايح كده او 5 شرايط زي ما شفتوا. لكن بقى علشان يعني املى الصاج فخدت كده شريحة من لفة تانية. فانت مش مضطرة ولا حاجة. انا بس عملت كده علشان يعني الصاج اكمله وعلشان التصوير مش اكتر. وباقي بقى يا جماعة الحشوة اللي بقت معايا حطيتها كده في برطمان وبسيبها كده يا اما على الرخامة او على رف التلاجة. لما بحتاجهم بقى في اي وصفة تانية بستخدمهم على طول. وبدأت بقى ان اقطع كده الجلاش علشان يعني يكون قطع صغيرة. فبتعملوه يعني كده باي احجام انتوا عاوزينها. تخلوا الحتة مثلا
طويلة عن كده تخلوها اصغر يعني براحتكم. فانا قطعتهم كده على 5 وكان حجم القطعة مناسب وجميل، يعني لا كبيرة اوي ولا صغيرة اوي. فلازم يا جماعة انكم تقطعوا كده الجلاش قبل التسوية، لانكم لو قطعتوه بعد ما يستوي كده هيكون ناشف معاكم كده وهيكسر منكم. وبعد بقى ما تخلصوا تقطيع بتجيبوا كده كوباية من السمنة وتبدأوا بقى توزعوها عليه بالشكل ده. ممكن بقى انكم تستخدموا الكوباية دي كلها سمنة كده، وممكن كمان انكم تخلطوا معاها شوية زيت، يعني تخلوا نصها مثلا سمنة نصها زيت، او كوباية الا ربع سمنة والربع زيت، يعني زي ما انتوا حابين كده ومتعودين تعملوا. فكل ما كنتوا يا جماعة عاوزينه كده دايب على الاخر ومقرمش ومستوي كويس، يبقى ما تقللوش عن كمية السمنة، علشان بقى يطلع معاكم كده مورق ومستوي من جواه، وكمان يكون مقرمش مش طري. فكوباية السمنة كانت يدوب عليه، يعني مش كتير ولا حاجة. رحت بقى شغلت الفرن كده وسبته يسخن الاول، وبعدين حطيت صاج الجلاش كده في نص الفرن كده، يعني الرف اللي في النص. وبتخلوا بقى درجة الحرارة متوسطة، يعني لا عالية أوي ولا هادية أوي. فبالتايمر بتظبطوه كده على 180 أو 190 لو فرنكم ناره هادية. أول بقى ما ياخد لون ذهبي كده من تحت بولع له الشواية لحد ما يحمر من الوش، وياخد بقى اللون الذهبي الجميل ده. أول بقى ما تطلعوه من الفرن يا جماعة بتقوموا ساقينه بالشربات على طول. الجلاش بيكون يعني لسه طالع من الفرن كده مولع، وكمان الشربات بيكون بارد تماما. فالشربات بتاعكم يا جماعة لو سخن أو حتى قوامه خفيف كده هيطر منكم الجلاش. ملوا بقى عنكم يا جماعة وشوفوا الجمال ده، يعني ما شاء الله أحلى جلاش هتعملوه. جلاش كده زي الكتاب ما بيقول، لون ما شاء الله تحفة كده ومظبوط على الشعرة، ده غير يا جماعة قرمشته الخطيرة. شايفينه من قريب قد ايه ما شاء الله انه مورق وعامل طبقات خطيرة قوي، رغم يا جماعة ان احنا يعني ما دهناش ورق ورقة وحطينا السمنة كلها مرة واحدة زي ما شفتوا. بوريكم بقى يا جماعة القطعة وجمالها، ما شاء الله ما فيش جمال بعد كده. طبقاته حلوة قوي كمان، يعني مورق بطريقة مش معقولة. شايفين لونه بقى ذهبي وخطير من تحت وفوق. الحشوة فيها كمان يعني لونها خطير، وكمان الطعم في الاخر ما فيش جمال بعد كده. وعاوزة اقول لكم يعني ان طعم كده الجلاش مع الكنافة اللي جواها اللهم بارك تحفة. بتمنى بقى ان كلكم تجربوا الطريقه دي، يعني هتوفر لكم في الوقت وهتاخدوا كده منها احلى طعم. مش شرط بقى انكم زي زمان كده تدهنوا الورقات كلها واحده واحده ولا اي حاجه، وانتوا شايفين النتيجه بنفسكم ما شاء الله يعني زي الفل. ده بقلاوه يا جماعه مش جلاش من جمالها. فاهم حاجه يا جماعه انكم يعني تظبطوا التسويه بتاعته، انكم ما تعلوش النار عليه، يعني خلوها نار كده هاديه او متوسطه عشان يورق معاكم ويكون مستوي كويس. كمان لازم كده تسقوه بشربات يكون تقيل مش خفيف علشان ما يطراش منكم. واهم حاجه يا جماعه انكم تظبطوا كميه السمنه، ده علشان يعني يورق معاكم اكتر. يلا اعملوه بقى في رمضان، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بالخير والبركة. كده الفيديو بتاعنا بقى خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.